كل سنة وانتم طيبين. رمضان بيفكرنا بحاجات كتير: تجمع ولمة، مواعيد أكل واحدة، احتفال بتفاصيل بسيطة، نساعد المحتاج، إحساس بالانتماء لما نعمل حاجات مع بعض. ورمضان ما قرب كده جالي كام سؤال حبيت أجاوبهم معاكم. السؤال الأول مهم وبيتكرر كل سنة: ليه بعد رمضان بنرجع لعاداتنا القديمة؟ كأن الشهر كان مرحلة مؤقتة. من الناحية النفسية رمضان بيخلق بيئة وأجواء تدعم التغيير، بيكون جو روحاني، كل الناس حواليك بتصوم وتصلي وتحاول تبقى أحسن، وده بيساعد على ضبط النفس وعلى زيادة الدافع. كمان مساندة عشان كل الناس ماشية على نظام واحد. لكن بعد رمضان المحفزات اللي كانت بتساعد بتختفي والمغريات بترجع تسيطر، فالعقل يرجع للعادات القديمة، ولما ترجع ريما لعادتها القديمة اللي كانت موجودة وقت أطول يحصل ريلابس أو ريباوند، يعني الناس ترجع زي الأول وأحيانا أكتر. وده بيحصل مع أي تغيير مؤقت ما كناش مخططين إنه يستمر. من ناحية الجسم، الصيام بيغير نظام الجسم فيبدأ يعتمد على الدهون المتخزنة كمصدر للطاقة، وده بيحسن الحساسية للأنسولين. لما نرجع للأكل العادي في أوقات مش منتظمة بعد رمضان، الجسم يرجع بسرعة للعادات الغذائية اللي بتتسبب في خلل في مستوى السكر والطاقة. السؤال التاني: ازاي نحافظ على العادات الإيجابية بعد رمضان؟ واحد، عيد برمجة مخك. بدل ما تشوف رمضان مرحلة مؤقتة، اعتبره نقطة بداية. محتاجين نوصل لمرحلة ان العادات الصحية تبقى اسلوب حياة مش حاجة مؤقتة. اتنين، خليك تدريجي في التغيير. المخ بيقاوم التغيير المفاجئ، فلازم نحافظ على العادات الصحية واحدة واحدة، ما نرجعش فجأة للعادات القديمة. زي انك ممكن تحدد عادة او اتنين بس تحافظ عليهم، زي صلاة الفجر، تقليل السوشيال ميديا مثلا. لما تتعود ابدأ زود عادات تانية تحبها بالتدريج. تالت، ركز على الدوافع والاستمرارية. زي ما رمضان كان بيشجعك، حاول تلاقي صحاب يحفزوك مثلا. ممكن كمان تكتب تقدمك او تستخدم ابليكيشنز تساعدك على ده. أربعة، ممكن تكافئ نفسك. المخ بيدور على راحته وسعادته. لو الاكل هو المصدر الوحيد للمتعة هيكون صعب انك تتحكم فيه، فلازم تلاقي بدايل زي التواصل مع صحاب مثلا وعيلة، تمارين رياضية او تمارين تأمل، هوايات، او اي تغيير مود بالشكل اللي يعجبك. السؤال الثالث: ادمان الكنافة واليميش. ليه الاكل مرتبط بالمزاج؟ الاكل عند المصريين مش مجرد طاقة، دي متعة وطقوس ومزاج، وده بيبان جدا في رمضان، خصوصا مع الكنافة واليميش والحلويات الشرقية اللي بنرتبط بيها عاطفيا. من الناحية النفسية، الاكل العاطفي بيحصل لما نستخدم الاكل طريقة للهروب من المشاعر وتحسين المزاج. الحلويات عموما بتعلي الدوبامين، وده بيخلق دايرة إدمان نفسي، لأن المخ بيربط الأكل بالشعور بالرضا والمتعة، وده كتير بيكون حل سريع للطبطبة على النفس بدل ما نفهم مشاعرنا أو نقف ونواجه نفسنا باحتياجاتنا الحقيقية. في رمضان لو الأكل ده بيحصل في لمة ولا عزومة هيبقى مرضي نفسيا أكتر، وبرضه غالبا كله بياكل فمش هنحس بالمحاسبة ولا بالذنب قوي. من ناحية الجسم، السكريات والكربوهيدرات السريعة بيرفع الجلوكوز في الدم بسرعة، فبيدينا إحساس بالنشاط والطاقة. بعدها انخفاض مفاجئ، وده يزود الرغبة في الأكل ونجوع بسرعة، خصوصا لو حسينا ان شويه وهنصوم تاني، فبتبقى كانها مسابقه: هل هاكل قد ايه قبل ما اصوم، وكأن انا لازم اكافئ نفسي لاني صمت واستحق اني اكل اللي انا عايزه. السؤال الرابع: ازاي نتحكم في الشهيه بدون حرمان؟ افهم احتياجات جسمك. ساعات الجوع بيكون وهمي، المشكلة الأساسية هي نقص النوم مثلا أو شعور تاني زي التوتر أو الملل، فمهم نميز ما بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. اتنين، ابدأ بوجبة متوازنة على الفطار. لو فطرت على بروتين وخضار وشوربة مثلا وكربوهيدرات صحية هتشبع أكتر وأسرع، ومش هيكون عندك اشتهاء للحلويات بنفس القوة. تنظيم مستوى السكر في الدم بالأكل المتوازن بالشكل ده هيقلل نوبات الجوع المفاجئ. كمان ما تنساش تشرب ميه كفاية ما بين الفطار والسحور، لأننا ساعات بنفتكر إننا جعانين وإحنا في الحقيقة عطشانين. ده غير إن ده هيساعدك إنك تقلل عطشك تاني يوم في الصيام. 3، قلل السكر تدريجي. بلاش فكرة الحرمان المفاجئ فيخلي المخ يطلب اكتر. الافضل نقلل الكمية ونخلي مصدر السكر طبيعي زي الفواكه، لان جسمنا محتاج الطاقة دي طبعا. خد جزء صغير واستمتع بيه ببطء. الاكل السريع بيخدع الجسم ويخليه حاسس ان هو مشبعش.
حاول تاكل بالراحة عشان المخ يستوعب ان انت شبعت. 4. اعمل روتين ليومك واشغل نفسك، حتى بعد الفطار ما تفضلش قاعد تحت التلفزيون، هتلاقي نفسك بتاكل بدون تفكير. جرب تخرج وتتحرك شوية. الموضوع صحيح مش سهل لكنه يستاهل وقابل للتنفيذ. شوية بشوية هتلاقي نفسك اتغيرت بجد، تقدر تغير حياتك.